انا الاسم ديالي نجيه. كنت تعرفت على واحد السيد، الوقت اللي تعرفت عليه كان هو يلا خارج من واحد العلاقه، كان كيبغي واحد البنت بزاف وكيحماق عليها وغيتسطى عليها، ولكن هذيك البنت مشات تزوجات وهو خلاته. الوقت اللي خلاته مرض وكان ديما مكتئب وديما معصب وطالع له الدم، وكان في واحد الحاله اللي خايبه بزاف. الوقت اللي تعرفت عليه انا، ملي تعرفت عليه كنا مجرد اصدقاء، كنحاول نخرجوا من هذيك العلاقه، كنحاول انني نضحكو، نحاول نتعامل معاه زوين، نحاول نخليه يضحك، نحاول اني نسي في هذيك البنت. يعني كنا مجرد اصدقاء، كانت الصداقه ديالنا زوينه، واخا هو ما كانش كيتكلم بزاف، ولكن انا كنت كنخليه يهضر وكنت كنحاول اني نخليه يكون فرحان. درت كل ما في جهدي باش نفرحه وباش نسيه في هذيك البنت. ملي دازو شهوره ديك الساعه السيد كيطلب مني الزواج وقال لي بلي بغى يتزوج بيا. انا ديك الساعه بقيت حيره وما نكذبش عليكم، كان عاجبني بزاف، واخا كنت عارفه القلب ديالو مازال مع ديك البنت وما ناسيهاش، ولكن قلت مع بالي صافي هي راه تزوجات ومشات دارت حياتها، يعني في الاخر راه غينساها، طوال الزمان ولا قصر راه غينساها. صافي وافقت على العرض ديالو وقبلت اني نتزوج به، واخا كنت عارفه ان القلب ديالو مع وحده اخرى. المهم صافي تزوجت به. ملي مشيت عنده السيد كيتبدل بزاف، ماشي بحال داكشي اللي كنت كنهضر معاه في الهاتف ولا كنتلاقى معاه، لا ملي جلست انا وياه في دار وحده بزاف ديال الحوايج اللي وليت كنشوفهم ما كيعجبونيش، بزاف ديال الحوايج. انا وافقت على اني نتزوج بهذا السيد، وافقت عليه بانني كعارفه القلب ديالو مع وحده اخرى، ولكن هذيك الساعه ما بقيتش قادره. السيد حتى شي حاجه ما كيديرها زوينه اللي غتخليك ولو غير شويه انك تقولي ماشي مشكل، واخا عنده هذا الشيء كيديرو، هاد الحاجه كتغطي لا والو. السيد ملي مشيت عنده للدار ما كيهضرش كاع مره، ما كيهضرش ما كيتكلمش، كنجلس انا وياه كنهضروا ما كيجاوبنيش كاع مره، كنبقى نهضر حتى الراس ديالي كيتطبخ عليا. والو السيد واش كيجاوبني؟ ديما غير جالس وكيفكر، غير جالس وساهي، وانا عارفه ساهي فيها وساهي كيتفكر الذكريات وهذاك الشيء. كان عنده واحد المجار في البيت النعاس، هذاك المجار ديما مسدود ديما سادو. ملي كنقول له علاش كتسدوا ولد الناس، خلوه حلو نشوف شنو فيه، هذه ما كيبغيش، كيقول لي فيه شي مسائل كتخصني انا شنو ولا كيجيني مع دماغي، كنقول مع دماغي واقيلا راه مخبي التصاور ديالها، واقيلا مخبي شي حاجه ديالها. هذاك المجار ديما مسدود عمره ما كيتحل شي نهار، دايرو بالساروت، كيحل بالساروت ويسد بالساروت، والوقت اللي كيكون داخل البيت، الوقت اللي كنكون انا داخله البيت ما كيدخلش هو، الوقت اللي كيكون حال هذاك المجر وجالس حداه ما عرفت شنو فرع تما وراق وداك التخربيق، كنجي انا كندخل البيت صافي كيجمعهم بزاف كيخشيهم في هذاك المجر صافي وكيسدوا. الساروت ديما عنده في جيبو ما كيحطوش كاع مره. شحال مره حاولت اني نحل غير هذاك المجر ونقلب ونشوف شنو فيه، مع اني انا في دماغي كنقول يقدروا يكون فيه عاد التصاور ديالها الذكريات ديالها، ولكن ما كنقدرش. يعني هو ديما هاز مع الساروت. السيد بارد بزاف بحال شي ثلاجه. السيد ما فيه شويه ديال الغيره، ما فيهش كاع مره. من جهتي انا كنخرج انا وياه مثلا نمشيو ندورو في الزنقه، ولا نمشيو نتغداو في الزنقه، ولا نمشيو نتعشاو في الزنقه، السيد ملي كنكون غادا معاه في الطريق ما كيبغيش يخليني نخشي يدي في دراعو، يعني نخشي نشد فيه ولا هكذا نخشي يدي في دراعو، ما كيبغيش. وكيمشي عليا واحد المده طويله وانا تابعاه من اللور، كنجري تابعاه، كنجري نجري وكنبقى نعيط له، كنقول له عافاك مشي غير بشويه، تمشى بشويه. كيقول لي انا كنتمشى بحال هكذا، وهو ديك المشيه ديالو راه بحال كيجري وانا تابعاه نجري ونهج. ملي كنكون غادا موراه كيوقفني شي ولد او كيلوح ليا شي كلمه زوينه او كيقول لي شي حاجه، السيد واخا كيسمعوا راجلي كيسمعوا ما كيتكلم ما كيهضر ما حتى شي حاجه، كيدور كيشوفو كيكمل طريقه عادي بحال ما وقع والو. كاع واخا يوقفني شي واحد في الزنقه ويبدا يسولني ولا هادي، راجلي ما كيقولش لي شنو سولك هذاك السيد، شنو سولك ولا شنو قال لك ولا هادي، ما كيسولنيش كاع مره. نوقف مع شي راجل نهضر معاه ما نهضرش معاه، عند راجلي زايد ناقص. كنكون غاده في الطريق تابعه وهو قريب لي كاع مره، وكاع الدراري كيبقاو يقولوا، حيت الدراري ما كيصحابوش هذاك الراجل اللي غادي قدامي راه بعيد عليا شويه، كيبقاو يقولوا لي كلام بحال هكذا، كيلوحوا لي كلمات بحال هكذا ديال التحرش وهذه. السيد كيكمل طريقه عادي. ملي كنسولو كنقول له واش انت ما فاكش النفس، سمعتي هذاك السيد قال لي هذاك الكلام وما تحركتيش من بلاصتك، ما قلتي حتى شي كلمه. كيقول لي شنو بغيتيني ندير، نمشي نشنق عليه، نضارب انا وياه، نوصلوا للمحكمه، نوصلوا للكوميساريه؟ ايوا صافي قال كلمه وداز، فين كاين المشكل؟ علاش عادي. صافي انا كيبقى فيا الحال، ما كيغيرش كاع مره عليا، ما عنده شويه ديال الغيره.
ملي كنبغي نخرج للزنقه كنلبس واحد الحويجات اللي محترمين، ما كندير لا مكياج لا والو، ولكن ملي كنبغي نخرج معاه كيقول لي شوفي غديري شويه المكياج وتقادي باش يبان وجهك زوين. كنقول له الله يهديك ولد الناس، واش دابا انت راجلي وكطلب مني ندير المكياج باش نعجب ناس اخرين؟ كيقول لي نقدر نتلاقى مع صحابي ولا نتلاقى مع المعارف ديالي، خاصك تبان مرتي زوينه، ماشي غادا معايا وجهها ما فيه حتى شي حاجه، سيري ديري شويه المكياج. كنرجع وكندير شويه ديال المكياج وكنلبس الحوايج اللي قال لي هو نلبسهم ماشي اللي بغيت انا نلبسهم، وكنخرج معاه. يتلاقى مع صحابه ما يتلاقاش، واخا كيتلاقى مع صحابه كنقول لهم هذيك السلام من البعيد، ولكن كيقول لي سلمي عليهم من يدو. كنمد يدي وكنسلم على صحابه باش نرضي الراجل ديالي. المهم بقينا بحال هكذا. انا ما كتعجبنيش هاد الطريقه. السيد ملي كيجيو عندي العائله ديالي كيتعامل واحد المعامله اللي زوينه بزاف، وكيولي يهضر وكيولي يتعامل معايا ويولي يهز من الطابله ويحط ليا وكيحز ليا في الطباصل. ملي مبغيتش مع الطابله يجمع معايا العائله ديالي ملي كيشوفوه كيقولوا هذا هو احسن راجل. ولكن ملي كنكون انا وياه راه كاس ديال الماء ما كيمدوش ليا، كاس ديال الماء ما كيعطيهش ليا. ما يجمع معك طابله ياكل يخلي الطابله، ولكن ملي كيجي شي واحد غير كيوصل عندنا شي واحد السيد كيتبدل 100 درجه، كتولي تقولي هذا هو الراجل ولا حيد فاله، وهو هذاك الشيء راه ما كاينش. كيبقى يضحك معايا قدام الناس ويهضر معايا ويجبد معايا مواضيع، ولكن انا وياه راه ما كنهضروش كاع في الدار مره. المهم ديما كيحاول انه يبين راسو مزيان. المهم جات الايام وجات الايام، حملت ولدت بنتي الاولى ولدتها بالفتيح. جاو عندي العائله ديالي باش يقابلوني، ولكن مثلا ملي كيكون واقف وكنت انا متكيه كنقول له عافاك فلان جيب لي واحد الكاس ديال الماء، كيقول لي قوليها لامك تجيبو لك ولا نوضي تقعدي جيبيه بوحدك. هادشي كيقولوا لي بيني وبينها، بيني وبينه، يعني ان امي ما كتسمعش هاد الهضره. امي قدامه راه قدامها كيتعامل معاها مزيان وزوين ويتعامل معايا زوين، ولكن امي مثلا ملي كتكون في الكوزينه كطيب ليا، ولا كتكون في السطح كتنشر، ولا كتكون في شي بلاصه باش تسخر ولا هاد الهضره كيقولها لي بينه وبينه، يعني ما يمدش ليا حتى كاس ديال الماء. ولكن الا كانت امي كيمدوا ليا، ولكن الا كنت انا وياه ما يمدوش ليا كاع مره. الا قلت له جيب لي غير هذيك الحاجه راه حداك رميها ليا ما كيبغيش، كيقول لي نوضي ليها، مع اني انا فاتحه وعيانه ومريضه ومع ذلك ما كيحنش فيا كاع مره. امي طولات عندي بزاف وجلست عندي بزاف حيت كنت عيانه وبقيت كنطلبها تجلس معايا، ولا هو كيجي حدا ودني وكيقول لي امتى غتمشي امك، ما بقيتش كنلقى الراحه ديالي، قول لي تمشي. صافي صدرت امي مسكينه تمشي في حالها، واخا كنت باقا محتاجه ليا، ولكن شنو غندير؟ هو هادشي كيحاول انه يبين الصوره ديالي انا اللي خايبه وانا اللي خاصني نجري على امي وانا هادي، ولكن هو قدام امي ملي كتبغي تمشي في حالها كيبقى يقول لها عافاكي جلسي عافاكي هادي وجلستي وحنا بغيناك وهادي، وكيبقى يبين راسو هو اللي مزيان. المهم صافي هادشي كامل صبرت عليه عادي، دوزتها عادي جدا. الحاجه اللي ما قدرش اني ندوزها هي دازت المده وجاب لي صاحبه كان مازال كيقرا، جابوا لي للدار. ديك الساعه صافي طلع لي الدم بزاف، قلت له ولد الناس واش من نيتك انا وبنتك هنا في الدار وانت دخل عليا راجل داري؟ قال لي صاحبي عنده واحد المشاكل مع والديه وتناقش معاهم وخرج وما عندوش فين يمشي. قلت له الله يهديك ولد الناس، واش حنا عندنا جمعيه، واش حنا عندنا خيريه، واش حنا شنو عندنا؟ حنا ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا دار فيها متروات يلاه كافياني انا وياك وبنتنا، ومدخل عليا راجل براني بقى معايا، راه حشومه هادشي. قال لي انا ما يمكنش نفرط في صاحبي اللي كنعقل عليه من الطفوله، انت راه يلاه عرفتك البارح، اما صاحبي راه قبل منك، انا ما غنسمعش في صاحبي. المهم صافي كملت في قلبي وجلست. صاحبه بقى معنا في الدار، وليت كنطيب الماكله وكنفرقها، كنحط لهم هما بوحدهم ياكلوا انا كناكل في الكوزينه. ولا كيعايرني وكيقول لي علاش تخليني انا وصاحبي ناكلوا بوحدنا وانت تاكلي في الكوزينه؟ علاش؟ قول لي علاش؟ الا بقيتي كديري بحال هكذا صاحبي غيتعصب ويتقلق ويمشي في حاله ويقول لك ما بغاتنيش. كنقول له الله يهديك ولد الناس، الله يهديك، كيفاش مرتك ما بغاتوش ولا تخربيق ولا شنو التخربيق؟ انت والراجل براني عليا خاصك تاكل انت وياه بوحدكم، وانا وهنايا راني جالسه انا وبنيتي ناكل بوحدي. كيقول لي يلا جمعي هاد الشيء يلا تاكلي معانا. صافي كنوض كنجمع داك الشيء وكنمشي ناكل معاه هو وصاحبه. اليوم غدا السيد صاحبه بقى معنا في الدار. وليت ملي كنكون لابسه شي حاجه بحال هكذا بالصوره كيقول لي مالك غير مغمضه، لابسه الحوايج طوال ودايره الفولاره وتقاشر مالك مغمضه، سيري حيدي ولبسي لك غير الحوايجات اللي كنتي كتلبسي شحال هادي. كنقول له الله يهديك ولد الناس، راه صاحبك براني. كيقول لي عادي صاحبي راه بحال خويا، ما غيديفك ما غيجيب اصلا ما غادي، عادي راه جدا عادي. كنقول له غير خليني انا مرتاحه بحال هكذا، نلبس اللي بغيت مرتاحه خليني بحال هكذا. السيد ولا كيمشي للخدمه وكنبقى انا وصاحبه كيمشي حتى هو
كيخرج في النهار بحال هكا يطي المسائل ديالو وكيرجع للدار. كنبقى انا وياه النهار كله، انا وياه جالسين في الصاله. الايام الاولى كنت كندخل لبيتي وهو كيبقى في الصاله مثلا بحال هكذا حتى كيجي راجلي، ولكن طوالت المده ما يمكنش انا نبقى في داري مخلوقه النهار كامل وانا جالسه في بيتي النهار كامل على ود صاحبه وهو مريح لي في الصاله. صافي وليت كنمشي للصاله، كانت فيها التلفازه، وليت كنمشي للصاله كنجلس انا في السداري وهو صاحبه جالس في السداري وكنتفرجوا في التلفازه مع بعضياتنا. شويه ولا كيعاود ليا شي حوايج على راجلي، كيعاود لي على الطفوله ديالهم هادي. وليت انا كندير الفطور انا وصاحبه، كنفطروا وكيوصل الغدا كندير انا وصاحبه الغدا وكنديروا كسكروط وكنتعشاو ملي كيجي راجلي. وليت بحال انا مزوجه بهذاك صاحبه، ما مزوجاش كاع مره براجلي، ما مزوجاش. لدرجه خديت النمره ديال صاحبه وليت كنصوني له الا كان غيجي الغدا، كنصوني له الو فلان واش غتجي الغدا، واش ندير الغدا؟ كيقول لي راه غنجي. كندير الغدا على حسابه وعلى حسابي، والا قال لي ما غنجيش صافي ما كندير الغدا لا والو، كندير غير داكشي كنديباني باش ما كان. المهم وليت انا وصاحبه لدرجه ولينا كنخرجوا مثلا في الزنقه، الا كانت عندي شي سخره ولا شي حاجه كنقول راجلي يلا خرج معايا، تهز معايا، تقول له هادي، كيقول لي راه فلان يمشي معاك. صافي كيمشي معايا صاحبه بحال انا وليت انا وداك صاحبه مزوجين، ما بقاش راجلي اللي مزوج بيا. بزاف على هذا الشيء بزاف، ما قدرت نقول لوالديا حتى شي حاجه، ما قدرت حتى شي حاجه، لان حنا عندنا في العائله عيب 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 عيب، يعني يجيب شي راجل صاحبه ويخليه معاك. ولكن صافي خليته بحال هكذا، كل دبر راسو. هذاك صاحبه ولا بالنسبه لي بحال خويا، بحال هادي. وليت صافي ولفتو في الدار، شنو غندير؟ ولفتو طول معايا الجلسه، بقى معانا ولفناه. المهم صافي بقات المده بحال هكذا، ولا صاحبه كيعاود لي مثلا على الخدمه، عنده شي مشكل على الخدمه كيجمع معايا في النهار. هذاك الشيء اللي راجلي انا ما كيقولوش ليا، وهذاك الشيء اللي ما كيعاودوش ليا، وهذيك الهضره اللي ما كيدارش معايا، لقيت صاحبه سبحان الله كيعاود لي كل شيء، كيتحدث معايا، كنبقى نعاود له انا المشاكل اللي عندي، كنعاود له شي حاجه اللي ضراني في قلبي، لدرجه صاحبه كيسمع ليا اتفه الاسباب. ولكن راجلي الا جيت نعاود له شي حاجه كيقول لي هادشي تخربيق وخرافات، ما كيبغيش يسمع لي كاع مره. بقيت بحال هكذا، ولاو المشاكل ما بيني وبين راجلي بزاف. وليت انا وراجلي مشادين. غتقول لي واش وليتي مشاده مع راجلك على ود صاحبه ولا كيعجبك؟ لا، ما غنقولش لكم صاحبه كيعجبني، لا، صاحبه كنت كنعتبره هذيك الساعه مجرد صديق، مجرد اخ فقط. ولكن المشاكل وليت انا وراجلي. علاش ولينا؟ على ود الغيره، ما كيغيرش عليا، على ود التعامل اللي كيتعامل معايا، على ود بزاف ديال الحوايج ولا كيعرضني قدام صحابه، على بزاف ديال الحوايج ما كيحشمش، ما عندوش كاع حس الرجوله بمره. هادشي اللي كان كيطلع لي الدم، بالاخص ملي كنشوف صاحبه شويه مرجل عليه شويه، صافي انا كيطلع لي الدم وما بقاش عندي غرض فيه وما بقيتش باغا. وليت انا وياه في واحد المشاكل اللي كبار بزاف، لدرجه انه ما بقاش كاع كيقرب ليا، راجلي ما كيقرب ليا حتى شي حاجه، وهذا حتى هو سبب من الاسباب اللي وليت انا وياه مضاربين فيها. المهم صافي مشات المده وجات المده، وليت كنطلب الطلاق. ملي صافي كنطلب الطلاق، راجلي ولا كيقول لي علاش انا جايه وانا كنبغيك وانا هادي. قلت له انت عمرك ما بغيتيني، انت قلبك مازال معلق مع البنت اللي كنتي كتحماق عليها سنين، وفعلا مازال العقل ديالو القلب ديالو مع ديك البنت، لدرجه كان كيعيط لي بالسميه ديالها، لدرجه مره كيغلط وكيعيط لي بسميتها، مره كنكونوا كاع في شي علاقه ولا شي حاجه وكينطق بسميتها، لدرجه كيكون ناعس وكينطق بسميتها. يعني هو عمره ما نساها وعمره ما بغاني انا مجرد وحده اللي كنت حاولت اني نسي فيها ولو شويه، مع اني ما نسيتوش فيها. حاول انه يشافي هذوك الجروح ديالو بيا، انا يتزوج بيا، كيسحب راسو ولا يتزوج بيا غينساني، ولكن ما قدرش ينساها كاع مره. انا غير كنت واحد ضحيه في طريقه صافي. هذاك الشيء طلع لي الدم بزاف، وليت انا وياه في المشادات كبيره. ديك الساعه اتفقت انا وياه اننا غنطلقوا. هذاك الشيء اللي كان، طلقت انا وياه، هزيت بنتي ومشيت لدارنا. بقيت مع والديا بحال هكذاك، والديا بقاو كيعاتبوني وكيغوتوا عليا ديما، وكيقولوا لي داك الراجل سيد الرجال، وداك الراجل من اطيب خلق الله، وانت اللي ما مزياناش، وانت اللي مشراريه، وانت اللي هادي، وعلاش ما تصبريش مع راجلك. بديت كنعاود ليهم، ما بغاش هذاك الشيء يدخل لي من راسهم. كيقولوا لي لا واخا كاع يكون باغي شي بنت اخرى، فين المشكل؟ خليه شغلو هذاك، المهم هو كيصرف عليك، المهم هو جالس معك في الدار، المهم بيناتكم بنت، المهم والديا ديما. حيت هما كانوا كيشوفوا شي حوايج اللي ما عايشينش فيها، كيشوفوا راجلي كيف كيتعامل معاهم، ولكن انا وياه في الدار كاينه معامله اخرى، كاين بزاف ديال الحوايج اللي مخبيين، هما ما كيشوفوش هذاك الشيء، كيشوفوا كيهضروا على داك الشيء اللي شافوا صافي. المهم صافي حاولت انني نصبر مع والديا، بقيت بحال هكذا، وليت كنتواصل مع داك
صاحبه، نتواصل مع صاحب راجلي، كيقول لي فيناك هادي، علاش تسرعتي، علاش هادي، ها هو مسكين راه ولا رجعت حالته خايبه طا. بقيت كنتحاور انا وياه، كنتواصل انا وياه يوميا، كنتواصلوا كنهضروا، حتى لقيت راسي انا وياه ديما كنخرجوا، ديما كنهضروا، ديما كنضحكوا، ما بقيناش كنقدروا كاع نسخاو بعضياتنا. المهم ملي دازت المده لقيت راسي اني وليت كنبغي صاحبه، واني وليت معجبه بصاحبه بزاف. صافي هو عرفت انه معجب بيا وكيبغيني. ديك الساعه صارحنا بعضياتنا وقلنا اننا غنتزوجوا. جاب الوالدين ديالو جا خطبني مع عند والديا، ولكن والديا ملي عرفوا صاحب راجلي رفضوا وقالوا لا مستحيل تزوجي به، هذا كان صاحب راجلك وهذه وحشومه هادشي، وما نقدروش حنايا نتخاصموا مع داك السيد. واخا حنا طلقنا ولكن بقى واحد الاحترام ما بين بابا وبين هذاك السيد اللي كنت مزوجه به. كان ديما كيعيط له مره كيبارك له العواشر. ديك الساعه با بقى كيغوت عليا وكيقول لي انا جيه، واش انت طلقتي من راجلك على ود صاحبه؟ اذا انت كنتي كتخوني راجلك. كنقول له با كيفاش كنخون راجلي؟ واش من نيتك با هادشي كتقولوا لبنتك؟ انا راه مستحيل نخون راجلي، انا راه راجلي ما بقيتش مفاهمه معاه. كيقول لي لا هذاك السيد مزيان وولد الناس وحنا كنا كنشوفوه كيفاش كيتعامل معاك، علاش انا جيه؟ كنقول له با راه الله با داكشي اللي كيتعامل معايا قدامكم ما هو اللي كيتعامل معايا في الدار. ها شنو با ها شنو. كيقول لي هادشي ما كيدخلش ليا لراسي، كيفاش انت طلقتي من السيد وجا صاحبه يخطبك الا وان راجلك سمع لك شي حاجه مع صاحبه او حصلكم كتخونوه ولكن ما بغاش يفضحكم. قلت له ياك با كتشك فيا بحال هكذا؟ كتشك فيا بانني انا نخون راجلي مع صاحبه في دارو؟ وهادشي علاش طلقت انا وراجلي؟ حشومه عليك با، حشومه هادشي اللي كتقول. قال لي شوفي يا بنتي هادشي اللي كديري فيه راه ماشي مزيان، هادشي اللي كديري فيه راه خايب، انا غنتواصل مع راجلك ونسولو علاش طلقك. قلت له شوف با راه ماشي راجلي اللي طلقني، راه انا اللي تفاهمت معاه على الطلاق، وانا اللي مشيت طلقت انا وياه با، انا طلقت انا وياه اتفقت انا وياه ونطلقوا اتفاقي، يعني هو ماشي هو اللي طلقني، اما هو راه يطلبني باش نبقى معاه. المهم صافي با ما بغاش يصدقني ومشى عيط لراجلي وهضر معاه وقال له علاش تفارقتوا. راجلي ديك الساعه قال له بلي غير ما مفاهمينش وهادي، ولكن با ما قالش له راه صاحبك جاب والديه وجا يخطب فلانه. صافي بقيت كنهضر مع امي وكنقول لها بلي هذا صاحب راجلي راه ولد الناس ودابا راه خدام وبخير وعايش مزيان، بغيت نتزوج به وانا مرتاحه معاه. ولكن امي كانت كترفض كاع مره وكتقول لي بلي انا خائنه وبلي كنخون راجلي وبلي ما مزياناش وهادي. صافي شفت تعيت انا وعرفت ان والديا ما غيزوجونيش بصاحب راجلي، بالاخص راجلي الاول، بالاخص انهم كلهم كيتعاملوا معايا معامله خايبه، كاني شي خائنه، كاني مش وحده ماشي مزيانه. ديك الساعه اتفقت انا وهذاك الولد، جمعنا الورقات ديالنا ومشيت عنده، هزيت البنت ديالي ومشيت عند هذاك السيد صاحب راجلي، مشيت عنده وتزوجت انا وياه بلا خبار والديا بلا خبار حتى شي واحد. والديا من بعد ساقوا الخبار وسخطوا عليا وقالوا عمرهم ما يشوفوا في وجهي ولا شي مره نعتب عندهم ولا شي حاجه. صافي خليتهم قلت دبر راسهم. تزوجت انا وهذاك السيد وعشت انا وياه واحد العيشه اللي زوينه فرحانه ضاحكه ناشطه كلشي بخير. ولكن راجلي نهار اللي غيسمع، راجلي الاول نهار اللي غيسمع اني تزوجت بصاحبه صافي ديك الساعه ولا كيقول انني انا طلقت على ود صاحبه وانني انا ما بقيتش، انني انا خائنه واني انا مزياناش. وجات لعندي وقال لي بلي غير رفع دعوه ديال الحضانه باش يدي لي بنتي. انا خايفه دابا اللي يدي لي بنتي بزاف، كنترعد ليل ونهار وما كيدينيش النعاس ما كنشوفوش، حرام واش كيجيني في عيني. كنخافوا انه بصح يدي لي بنتي، يدي لي الحضانه، غنحماق وغنتسطى وغنهبل. هو مازال ما رفع لا دعوه لا حتى شي حاجه، ولكن كيصيفط لي مع الناس واطلاق انا كيقول لي بلي غيرفع الدعوه ديال الحضانه وغيدي لي بنتي وما عمره غيخليها ليا، عمره ما غيخليها مع وحده خائنه بحالي. قال لي وانه ملي غيديها وغتبدا تكبر غيبقى يقول لي ديما بلي امك خانتني وبلي لقيتها مع صاحبي، ما غيقولش بلي راه طلقت منها عاد مشات تزوجت بصاحبي. انا خوتي عمري ما خانته، يعني والله عمري ما خانته في دارو، يعني واخا كنت كنبقى انا وصاحبه نهار كامل والليل كامل كنبقى معاه، والله عمري ما درنا مثلا شي حاجه ولا تقرب مني ولا شي حاجه، لا كان بيناتنا واحد الاحترام بحال الصديق ديالي بحال خويا هكذا. ولكن نهار اللي طلقت مع راجلي عاد ديك الساعه وليت معاه وليت هكذا تتزوجت به.
يعني انا ملي طلقت من راجلي راه ما طلقت حيتاش على ود صاحبه، والله حتى طلقت على المعامله اللي كان كيتعامل معايا وعلى عدم حس الرجوله اللي كانت فيه. دابا كنشوف الاختلاف، كنشوف ان صاحبه اللي تزوجت به واخا دابا كان عايش معانا وكان جالس معانا وهكذا بالموافقه ديال راجلي، ولكن دابا ملي عشت معاه هنا حرام يخلي شي واحد يعتب هنا الدار عنده، ما كيخلي حتى شي واحد يدخل ولو اقرب المقربين ليه، ما كيخليهمش رجاله. لدرجه ملي كنكون خارجه انا وياه راجلي الثاني كيقول لي تغطي تستري، ما ديريش الماكياج، ما ديريش هادي، بزاف ديال الحوايج اللي مختلف هو وراجلي كاع مره. هو الوقت اللي كان جالس عندنا كان محتاج بزاف وما لقاش اللي يعاونو صافي. وملي راجلي حلو هذاك الباب وقال له اير جلاس وعادي ومرتي ماشي مشكل صافي جلس عندنا. ولكن هو دابا كاين واحد الاختلاف اللي كبير، يعني كيغير عليا بزاف العكس ديال راجلي الاول. دابا انا الحاجه الوحيده اللي خايفه منها انه يدي لي الحضانه. وشنو غندير الا بغيت نخليه ما يديش ليا بنتي، حيت ما نقدرش نعيش بلا بيها. دابا بعض المرات كنقول نقدر نطلق من هذا الراجل الثاني، نطلق منه كاع مره صافي ونهز بنتي ونرجع عند والديا ولا نمشي نكري ولا نمشي نخدم. المهم هذيك الساعه الا شافني القاضي ما مزوجاش بعدا يخلي لي بنتي. اما خفت القاضي يشوفني مثلا مزوجه وعايشه مع راجلي الثاني ويدي لي بنتي ويعطيها الحضانه لباها. هادشي اللي مازال حيره وهادشي اللي خايفه منه. وزيد عليا كلشي كيقول لي خائنه وكاع العائله كيقول لي انت كنتي كتخوني راجلك وكلشي كينعت فيا غير بالخائنه وهادشي مرضني في دماغي. وليت عير كنبكي وليت محطمه وليت معصبه مع ان راجلي الثاني كيتعامل معايا واحد المعامله اللي زوينه بزاف، ما كيخليني ناقصه حتى شي حاجه، بالهضره بالضحك كلشي انسان مزيان كيحاول يخفف عليا كاع داكشي اللي كنت محرومه منه عند راجلي لقيته فيه، عند راجلي الاول لقيته فيه. ولكن هذا الشيء هو اللي دوخني وما لقيتش مع من نتشاور، ما لقيتش مع من نهضر، ما كاين عندي لا صحابات لا عائله. قلت لكم عائلتي كلشي ضرب عليا، اللي هضرت معاه كيقول لي خائنه. يعني التجأت لهذه القناه نحكي حكايتي، على الله نلقى غير خواتاتي اللي غيشوفوا القصه ديالي وغيجيو ويقولوا لي شنو وينصحوني ويقولوا لي شنو هادي وشنو هادي وفين نلتجئ وفين نمشي.